في آية في سورة مريم مرعبة وأغلبنا فاهم معناها غلط. يقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لو جيت سألتك هم مين اللي أضاعوا الصلاة هترد وتقول ده دول الناس اللي ما بتصليش تاركين الصلاة. بس ده فهم خاطئ. السؤال ده اتسأل لابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، رد عليهم وقال: الذين أضاعوا الصلاة هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. يعني تخيل لو انت جات عليك صلاة المغرب فقلت يلا مش مهم، الفترة ما بين صلاة المغرب والعشاء فترة قليلة، فهأخر صلاة المغرب لحد ما تقرب صلاة العشاء وأبقى أصليهم مع بعض. فلك أن تتخيل إن الحركة دي كبيرة من الكبائر، إنك تضم الصلاة على بعضها بدون عذر. وربنا سبحانه وتعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ده دول ناس بتصلي بس مشكلتهم إن هم بيضموا الصلاة على بعضها بدون عذر. فإياك إنك تعمل الحركة دي، انك تضم الصلاة